القديس بولس السرياني ولد بولس في مدينة الإسكندرية بمصر لأبوين سوريين كانا يعملان بالتجارة، وبعد وفاة والديه وزع ثروته على الفقراء وتوجه للعبادة. ذات يوم ظهر له ملاك وأمره بالذهاب إلى والي أنصنة والاعتراف بالمسيحية، ففعل بولس ما أمر به، فتعرض للتعذيب الشديد لكنه لم ينكر إيمانه. حاول الوالي إغراءه بالمال لكن بولس رفض، فأمر الوالي بإلقاء حياة سام عليه لكنها لم تؤذه. أرسل بولس إلى الإسكندرية حيث سجن، وهناك التقى بصديقيه القديسين الأنبا إيسا وتكلة أخته. وقبل استشهاده ظهر له الرب وأخبره بأنه سيستشهد في هذه المدينة. في النهاية أمر الوالي بقطع رأسه على شاطئ البحر. أخذ المؤمنون جسده وكفنوه. تكريمه تعتبره الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من القديسين، وتحتفل بعيده في 9 من شهر أمشير من التقويم القبطي، الموافق 17 من يناير من التقويم الميلادي. أهميته: يعتبر القديس بولس السرياني مثالا قويا للإيمان الراسخ في وجه الاضطهاد، وقد تم تكريمه في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. لا تنسونا بصلاتكم مونجيسو.